في المرضى المصابين بالسكتة الدماغية الإقفارية، حيث يحدث انسداد في الأوعية الدموية بسبب جلطة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل ضعف مفاجئ في نصف الجسم، صعوبة في المشي، ترنح أو اضطراب في الرؤية، صعوبة في فهم اللغة المنطوقة أو عدم القدرة على نطق الكلمات بشكل صحيح. في هذا الحالة، من المهم الإسراع إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن، ويفضل يكون في مركز متخصص في علاج السكتات الدماغية، لأن في الساعات الأولى بعد ظهور الأعراض، إذا قدرنا نذوب الجلطة بطرق مختلفة، ممكن نرجع تدفق الدم إذا تم ذلك خلال أول كام ساعة من بداية الأعراض، وبالتالي بعض الأعراض ممكن تختفي تماما بشكل فوري. وبعد شهر من العلاج الطبيعي المستمر، المرضى اللي يحصلون على هذه العلاجات يكون وضعهم أفضل بكثير من اللي ما حصلوا على العلاج. الحين شأن العلاجات المتقدمة. في أول كم ساعة بعد ظهور الأعراض، نقدر نعطي إبرة اسمها تينكتيبليز أو منشط البلازمينوجين النسيجي المؤتلف، هذا تمعط عن طريق الوريد علشان تذوب الجلطة. لكن حتى بعد مرور أول كم ساعة، وأحيانا حتى 12 ساعة مع العلاجات الحديثة المتوفرة في مختبرات القسطرة المتقدمة ووجود أطباء الأشعة التداخلية وأطباء الأعصاب التداخليين وجراحي الأعصاب، نقدر نحط قسطرة مباشرة في الأوعية الدموية المتأثرة في المخ وشفط الجلطة، أو نركب دعامة ونطلع الجلطة، وبكذا نرجع تدفق الدم فورا. وهذا المفروض يكون أكثر نجاح إذا تم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب وفي المستشفى المناسب، فهذا شيء جدا مهم. يرجى تذكروا إنكم تجون المستشفى بأسرع وقت، ولا تضيعون وقتكم في المراكز الصغيرة أو العيادات الخاصة حتى لو كانت لطبيب أعصاب. أفضل وقت هو الساعة الذهبية من بداية الأعراض، أسرع للمستشفى والطوارئ.